هل كان تطبيق نظام الدم على أنه أحد الأسباب الرئيسية لكون السلالة العثمانية أطول سلالة؟ في البداية من تأسيس الإمبراطورية العثمانية، كان السلاطين يتزوجون نساء من أصول تركية. ولكن مع مرور الزمن، تغيرت هذه العادة، وبدأوا يعتمدون نظام الدوشرمة. وبعد أن جلب السلطان محمد الفاتح هذا النظام، بدأ السلاطين ينجبون أطفالهم من جواريهم واستمروا في توريثهم. في بداية نشوء الدولة العثمانية بادر السلاطين بالزواج من بنات الأثرياء أو الشيوخ ذوي الأصول التركية، وتمت هذه الزيجات بغرض تحقيق السلطة السياسية. وكانت الزيجات أيضا مع نساء صربيات أو بلغاريات من البلدان المجاورة، حيث كان الهدف الرئيسي هو امتلاك الأراضي والحفاظ على النفوذ السياسي. كما كانت تلك الزيجات وسيلة لتعزيز العلاقات مع الإمارات التركية والحصول على الأراضي عن طريق الميراث. واستمرت هذه العادة لسلاطين الإمبراطورية العثمانية منذ القرن الرابع عشر، حيث تزوجوا من أميرات السلالات التركمانية في الأناضول. عندما تولى السلطان محمد الفاتح الحكم في أواخر القرن الخامس عشر، قام بتغيير هذا النظام، وأدخل ما يعرف بضريبة الدم في الحريم. وبموجب هذا النظام، بدأ السلاطين ينجبون أطفالهم من جواريهم بدلا من الزواج منهن، لأنهم كانوا يعتبرون ممتلكات يمين للسلطان وفقا لقوانين الجواري. ورغم ذلك، فإن العديد من الفتيات التي تزوجن من أصول تركية قبل عهد السلطان سليم الثاني، باستثناء السلطان مراد الأول، وكان آخر سلطان لوالدته أصل تركي هو سليمان القانوني. بعد فترة حكم سليمان القانوني، أصبح منتشرا الزواج من الجواري، باستثناء عثمان الثاني الذي تجاوز تقليد الزواج من النساء الأجنبيات واختار الزواج من بنات شيوخ الإسلام أسعد أفندي وبيرتيف باشا، ولكن الإنكشارية لم يتسامحوا مع هذا الخيار، مما أدى إلى إسقاطه من العرش. سبب زواج السلاطين من الجواري يعود إلى عدم معرفة الجواري بآبائهن، وبالتالي عدم وجود معرفة بأصولهن، مما جعلهن يصبحن أتراكا. ونتيجة لذلك، لا يمكن لأي جارية أن تطالب بحقوق لعائلتها لأنها لا تستطيع معرفة هوية والديها، وبالتالي يمكنها فقط أن تطالب بوضع ابنها. وكانت أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت السلطان محمد الفاتح لتطبيق نظام الدم هي رغبة المرأة التركية في استغلال وضعها لمصلحتها الشخصية عن طريق توسيع روابط القرابة بما في ذلك عائلاتهن، وأراد السلطان منع ذلك. في فترة قصيرة، كان من الممكن للأقارب أن يدخلوا القصر، وكانت هناك مخاوف من أن الدولة واستقرارها قد يتأثر، حيث كان بعضهم يطلبون تحقيق مصالح شخصية ثم سياسية، وعندما لم تتحقق طلباتهم، كانوا يعتمدون على الروابط العائلية، وكانوا يشاركون في المؤامرات. وكانت هناك حتى ادعاءات بظهور سلالات أخرى قادرة على المنافسة مع السلالة العثمانية. حدثت بعض المؤامرات في الحريم العثماني، وبالرغم من عدم وجود أقارب للزوجة في الإمبراطورية العثمانية، إلا أن تأثير قوة زوجة السلطان على الإمبراطورية العثمانية كان ملموسا. يمكن توقع النتائج إذا نشأت امرأة تركية من زعيم تركي قوي ومعروف باستخدام سلطتها الشخصية ومشاركتها في مثل هذه المؤامرات. ينظر المؤرخون إلى تطبيق نظام الدم من قبل العثمانيين كأحد الأسباب الرئيسية التي جعلتهم أطول سلالة.